السلام عليكم الأخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا هاد الفيديو من الأول للأخير. نبداو الفيديو ديالنا كيف العادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله. نتمنى هذا اليوم المبارك يكون مفتاح الخير ومغلاق الشر إن شاء الله بإذن الله. مرحبا بكم في قناتي، قناة إسراء السهل وسريع. بما أن قناتي متنوعة، فاليوم بإذن الله بعيد عن المطبخ، بعيد عن المشتريات، كذلك بعيد عن العروض والتخفيضات، فجيتكم بواحد الوصفة رائعة جدا، وصفة غنية وبين غير من يعني بين غير من المكونات ديالها. فهاد الوصفة رائعة جدا، كتقضينا على النمش، كذلك على الكلف، كذلك على البقع السوداء والبثور ديال الحبوب، كذلك على المسام مفتوحة، وكذلك على الخيوط الرفيعة. فهاد المشاكل كلها للأغلبية النساء كتعاني منها. فاليوم بإذن الله إلا جربتي هاد الوصفة هذه فغادي تولي مدمنة عليها. هاد الوصفة الرائعة والفعالة واللي مكونات ديالها غنية، يعني بكل ما تحتاجه البشرة ديالنا، سواء ديال الوجه أو ديال العنق أو ديال الأيدي. فخليكم معايا باش تشوفوا الطريقة والمكونات كذلك وطريقة الاحتفاظ بها، وكل ما غادي تحتاجي من نصائح ان شاء الله. فهذا الفيديو هذا فيديو اللي هو مفيد جدا، فخليكم معايا ما تمشيو فين. نشوفوا المكونات وكذلك طريقة التحضير. اولا وقبل كل شيء فغادي نحتاج ان شاء الله واحد الملعقه صغيره، غادي نحتاج واحد الفرشاه باش نطبقوا الوصفه، وكذلك غادي نحتاج واحد الاناء اللي يكون فارغ. اولا غادي نشوفوا المكون الاول الذي هو هانتوما الاخوات كيف كتشوفوه. ديجا قدمت لكم في واحد الوصفه حتى هي سحريه لعلاج الكلف. هانتوما الاخوات هذا كيتسمى الترمس. اللي ما كتعرفش الترمس فغادي تمشي عند العشاب وغتقول له عطيني الترمس. هو كيجي بحال الجلبانه صغيور مدور، وملي كنطحنوه كيجي على هذا الشكل. هو قاصح جدا، يعني واخا تطحن عند العشاب. فكيف كتشوفوا حتى هاد القشور هادو راهم مفيدين وكيحتويو على الياف غذائيه اللي كيحتاجها الوجه ديالنا والبشره ديال الوجه. فانا ما صفيتوش لاننا عندنا الغرض حتى بهذيك القشور. فهاد الترمس الاخوات يعني عنده واحد الدور مهم كيعطينا النضاره للبشره، كيعطينا واحد اللمعان، كيساعد على التبييض، وكذلك كيعالج لنا البشره ديالنا من الداخل. الا ان الوصفه الطبيعيه ضروري ان الانسان يعني تكون واحد الادامه يدوم هاد الوصفات باش يعطيو نتيجه. ماشي اول مره كنقولوا ما عطاوناش النتيجه، خصنا ندوموا الوصفات باش نحصلوا على النتيجه المرضيه. اذا اول مكون هو الترميس، ها هو كيف كتشوفوه كيكون على هذا الشكل وهو مطحون. ثاني مكون اخواتي الغاليات هو الحمص مطحون. كيف كنعرفوا ان القطاني بصفه عامه كتوفر على مواد غنيه جدا لا للبشره ولا للشعر ديالنا، عليها ان اطباء التغذيه كينصحونا اننا ناكلو القطاني 2 المرات على الاقل في الاسبوع. وبما انهم كيحتويو على يعني مواد غذائيه وفوائد غذائيه اللي عاليه، فغادي نحتاجوهم ان شاء الله في الوصفات ديال الوجه اللي كيعطيونا واحد النتيجه فعاله جدا، سواء في التبييض، سواء في النضاره، سواء في القضاء على البثور ديال الحبوب او لا على البقع والكلف والنمش. هانتوما اخواتي هذا الحمص مطحون فكيساعد على التبييض بواحد الشكل خطير جدا. يمكن لكم تاخذوا غير الحمص وتخلطوه مع دانون مسوس او لا مع الماء الورد
وتطبقوا على الوجه ديالكم، فغادي تحصلوا على نتيجه مرضيه. غتعملوا 3 ديال النوبات في السيمانه، فغادي تحصلوا على نتيجه رائعه جدا. هذا هو المكون الثاني، هو الحمص مطحون، كيعطينا نتيجه رائعه جدا. غندوز المكون الثالث اللي هو هذا. المكون الثالث اللي هو مكون ما شاء الله تبارك الله كيعطي نتائج مهمة جدا، سواء البشرة، سواء في إزالة البطن، سواء يعني في عدة أمور. ما شاء الله تبارك الله كيحتوي على فوائد غذائية كبيرة جدا. هذه الحلبة مطحونة أخواتي، نعم هذه الحلبة مطحونة. فيعني عن تجربة دائما بالنسبة لهاد الوصفات اللي كنعطيكم كيكونوا اما تجربة مني انا شخصيا او تجربة من صديقة او لا من شي قريبة من العائلة، شي واحد اللي كيكون موثوق منه. فبالنسبة للحلبة فواحد الاخت او لو واحد الصديقه كتقسم بالله انها قضى لها على الكلف ورجع لها وجهها ما شاء الله تبارك الله، واللي كيشوفها كيقول لها شنو عملتي لوجهك، كتقول انها كانت متبعه غير الحلبه لوجهها، رجع لها صافي ما بقاش فيها الكلف ورجع لها وجهها ما شاء الله تبارك الله، كيف كنقولوا بالدارجه العاميه فحال البيضه مقشره. فالحلبة عندها فوائد كثيرة، والأخوات اللي كيتبعوا الدكتور مزاب فراه كيتكلم على الحلبة بواحد الطريقة رائعة، وكيقول أنها عندها فوائد غذائية ما شاء الله تبارك الله، وعندها فوائد جميلة على البشرة والوجه ديالنا. ولا كنا كنستعملوها بوحديتها بدون إضافات، سواء مع اللبن، لان اللبن كيحتوي على واحد الخمائر اللي كيحتاجها الوجه ديالنا والجسم ككل، او لا مع دانون مسوس اللي احتوى فيه خمائر. ومن الاحسن دانون مسوس اننا نخليوه يعني حتى كيقدم فكيطلق لنا ديك الخمائر وكتزيد تعطينا نتيجه، اولا مع الماء الورد اولا مع عسل النحل الطبيعي، فكيعطينا ما شاء الله واحد الاشراقه الوجه ديالنا، كيقضي لنا على البثور، على الكلف، على المشاكل البشره كامله. فبالنسبه لهذا المكون هو الحلبه مطحونه. فالاخوات اللي كيخافوا من ديك الرائحه الكريهه اللي كتخلي الحلبه، فراه ما كتخليش ديك الرائحه كريهه جدا بحال اللي كليناها، لان ملي كناكلوها يعني كتخرج لنا الريحه في الجسم ديالنا كله. اما ملي كنعملوها هكذا على شكل وصفه فما كتبقاش، كنغسلوها وكنرشوا بشويه د الماء الورد فما كتبقاش الرائحه ديالها، كتمشي تماما. فالمكون الثالث هو الحلبه مطحونه الغنيه عن التعريف. فقط المكون الرابع هو القليل من الماء ديال الورد، لان العسل عندي هنا قليل وعندي يابس ما غاديش يهبط لي. من الاحسن الا كان العسل فنجمعوا الخليط ديالنا بالعسل، وإلا ما كانش العسل غادي نجمعوه بالماء الورد، وإلا ما كانش الماء الورد فغادي نجمعوه بدانون مسوس او اللبن. فهادو كاملين يعني كنعطيكم البدائل باش ما تعكزوش. اللي ما جبراتش الماء الورد عتجبر العسل، اللي ما جبراتش العسل عتجبر دانون طبيعي. فغادي ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. هانتوما اخواتي الطريقه سهله جدا. غادي ناخذ ملعقه من الترمس على هذا الشكل اللي مطحون بالقشور ديالو. كذلك غادي ناخذ ملعقه من الحمص اللي حتى هو عنده فوائد كثيره. والحمص البنات حتى هو ممكن تستعملوه بوحديتو مع دانون مسوس او مع اللبن او لا مع العسل ديال النحل الطبيعي، حتى هو كيعطينا فائده كثيره. الا اننا خصنا نتبعوا الوصفه على الاقل واحد شهر او شهرين باش كنحصلوا على نتيجه مرضيه. هانتوما اخواتي الغاليات عملت ملعقه تغميس، ملعقه من الحمص، ملعقه من الحلبه. كنخلط المكونات الناشفه على هذا الشكل هكذا اخواتي. كنحاول انني نعمل قطرات من العسل، ما كاينش العسل هنا، اذا غادي نجمعها ان شاء الله. هانتوما اخواتي نجمع بالماء الورد، هانتوما نجمعوا المكونات ديالنا
بالماء الورد هكذا على هاد الشكل. هانتوما اخواتي، هانتوما فهاد الوصفه راه خطيره جدا. الا تبعتوها اخواتي غادي تحصلوا على نتيجه مرضيه جدا. غادي نحاول انني نزيد القليل هكذا. هكذا اخواتي، هانتوما اخواتي الغاليات، كنحصلوا على هاد الخليط كيكون هكذا ماشي خفيف وماشي ثقيل. بالنسبه للاستخدام هكذا، بالنسبه للاستخدام اخواتي، كنجيبوا واحد الفوطه كنسخنوها كنعملوها الماء دافي وكنحاولوا اننا ننظفوا بها المكان. هذا انا كنعطيكم مثال غير في اليد ديالي، نتوما غادي تطبقوها على الوجه. كنعملوه هكذا حتى كيتفتحوا المسام، وان شاء الله غادي نحاولوا نطبقوها هكذا بهذا الشكل هكذا هكذا. هكذا ملعقه احسن هكذا اخواتي. بالنسبه نعملوا طبقه كثيره او كثيفه في المكان اللي فيه الكلف او النمش، غنخليوها نصف ساعه على الوجه ديالنا. كنغسلوها بالماء دافي او لا يكون بارد، يعني يكون بارد من الاحسن باش يتسدوا المسام. وغادي نمسحوا بالفوطه ان شاء الله، وغادي نرشوا بشويه الماء الورد. وها الوصفه ديالنا غتعطينا نتيجه. غادي نعملوها 3 المرات في الاسبوع، وغادي ان شاء الله تشوفوا النتيجه الرائعه جدا جدا جدا. ما بقى لي الا نقول لكم ما تنساوش انكم لا جربتوا الوصفه وعطاتكم النتيجه ما تنساونيش من الدعوات. احبكم في الله. خليوا لي تعليقات ديالكم محفزه ومزيونه، قولوا لي شنو بغيتوا تشوفوا في القناه ديالي. وكذلك ما تنساوش جيم لهذا لا فيديو، بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. احبكم في الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.